مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا هعمل النهاردة معاكم سمنة بلدي، 2 كيلو سمنة بلدي و2 كيلو لبن، لبن جاموسي وطبق قشطة. تمام. طبعا السمنة برا 250 بسعر اللحمة، يعني كل يوم اللحمة تزيد السمنة تزيد. فانا طبعا عشان اجيب 2 كيلو ب500 حرام يعني، عشان يكفوني شهر رمضان. فانا نعملها مع بعض. وطبعا اللبن الجاموسي ده جودته حلوه جدا من حد موثوق فيه، والقشطه هتخلي الطعم معايا حكايه طبعا ان شاء الله يعني، وتخليها سمنه بلدي برضو. ما هي السمنه برضو من كل الحاجات ديت. يلا خليكم معايا، هرجع لكم تاني. كده السمنه ساحت معايا، نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليه بقى عملت 2 كيلو بالمره يعني؟ عشان ايه؟ ما اقعدش احتاج، ما هو ممكن برضو بعد العيد احتاج اعمل حلويات، اعمل مخبوزات، حاجات كده، وهنحتاجها برضو في رمضان بالنسبه للمخبوزات وكده. هي هتاخد غلوه يعني محترمه كده، وبعد كده بقى اوطي عليها واسيبها مع نفسها. طبعا هتطلع لنا مرته هوريها لكم، والمرته دي ممكن احطها على اي حاجه، ممكن احطها على مش، ممكن احط لها شويه ملح ونغمسها كده وناكلها عادي. اقعد بقى كده في التقليب، اعلي شويه واوطي شويه علشان هي مش بتغلي براحتها، لان الحله ضيقه معايا يعني. انا اعلي كده تغلي قوي، واحس ان اللبن فصل عن السمنه، وابتدي بقى ايه اوطي عليها براحتها خالص خالص. بصوا، عارفين الازازه دي اللي هي الريحه بتاعت الكحك دي، بقى حاجه اضافه مني انا، اللي هي ريحه السمنه البلدي. طبعا هو انا حاطه طبق القشطه واللبن الجاموسي، ده يكفي ان هي يعني هتطلع معايا سمنه بلدي. بس انا قلت اجرب ازازه من ديت، هنشوف بقى ايه هتعمل معانا ايه، والريحه هتبقى عامله ازاي. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. بصوا السمنه البلدي، بصوا جمالها. بصي الريحه، عايزه اقول لكم لينا 4 يعني او 3 ساعات في البيت كعيال يقولوا يا ماما ريحه سمنه بلدي، ريحه زبده، ريحتها جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. عايزه برضو اوريكم المرته. بصوا المرته، بس طبعا انا لسه ايه مصفتهاش كويس. بصوا كده السمنه كده معايا خلصت. تمام. ادي كده السمنه. انا حبيت اسيب فيها من تحت شويه رواسب خفيفه كده اهوت. طبعا ده كده يعني ده كيلو او ازيد من كيلو، وده يعتبر كيلو الا ربع. وادي المرته معايا اهيت، بس الكاميرا ظلمها شويه. تمام. المرته دي ممكن ناخدها على بيض، على معلقتين على فول، تحط لها ملح وتتغمس كده. يلا بصوا كده معايا ديت سايبه لها رواسب كتيره شويه. بحب يعني اخليها كده اهوت، بحيث ان هي ممكن ايه لو هعمل ملوخيه اخد من الرواسب ديت. يلا ادي كده. طبعا الريحه مش عايزه اقول لكم عليها، بس حاجه ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.